من خانقين بدأ، وبين النضال والشعر صنع اسمه. ئەڵوان نەهاتیەوە بەرزی داران نێویش سەروێی وە قەوم و کاران ئەڵوان با خەیلت ڕەنگیان نەمایە یەکەی پایزە گەڵا ڕزیایە. الله بالخير. كنعان حسين قلاوي شاعر وكاتب من خانقين يجمع في أعماله بين العمق الفكري والتجربة الحياتية الغنية. ولد كنعان عام 1962 بمدينة خانقين في منطقة جلوة، وأكمل فيها دراسته الابتدائية والمتوسطة. بدأ كتابة الشعر منذ ثمانينات القرن الماضي، وأصدر ديوانين شعريين بعنوان وريني دل ورنقي قلاقاني بايز. أسس عدة ملتقيات شعرية خاصة، وشارك في مهرجانات وفعاليات شعرية عديدة. شارك عام 1991 في تحرير مدينة خانقين من نظام حزب البعث المنحل. شارك في عدة دورات توعية فكرية وسياسية، وأتم آخر دورة في معهد تطوير المواد البشرية في السليمانية. أسس أكثر من 10 ملتقيات فكرية وسياسية في خانقين، قدم العديد من الدورات السياسية والفكرية لشخصيات متعددة. رحلة قلاوي دليل على أن النضال والفكر يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب. وأنتم من الشخصيات التاريخية والمعاصرة التي تلهمكم مثل كنعان حسين؟ اكتبوا لي بالتعليقات.